ألف مليون مبروك. الفوز بتاع النادي الأهلي اليوم على طلائع الجيش، وصلوا للنقطة 59 يتصدر الدوري. يأتي من بعده بيراميدز، لعب 27 مباراة، عنده 55 نقطة. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام أبو إدريس، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. بس اشتركوا الفوليو واشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. النادي الأهلي النهاردي تشكيلة جديدة، أريح معظم اللاعبين. حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد شريف، وخالد عبد الفتاح. خط الوسط علي ديانج، عمرو السلي، القندوسي، وقفشي. على اليسار عبد القادر. في خط الهجوم محمد شريف. الشوط الأول النادي الأهلي يعتبر ما جاش فيه، لأني عماد النحاس كان مقفل المباراة، كان مقفل الجيم صح، كان يلعب بخطة دفاعية، يعني ال10 لاعبين تحت الكورة، كان مقفل الجيم على النادي الأهلي. بدأ إن الشوط الثاني النادي الأهلي بهدف أحرزه مجدي، جات له التمريرة بالخطأ، وكان الدفاع لسه ما تمركزش. في حالة طرد الإسلام محارب، اللي هي تعمد الإيذاء بمصطفى شوبير، وهو عارف النادي الأهلي الحراسين الأساسيين بتوعه مصابين، الشناوي وعلي لطفي. مفيش غير شوبير النهارده، لو شوبير انصاب كان الأهلي هيبقى في ورطة. مع ذلك دخل عليه دخلي متهورة، والحكم اتغاضى عن الطرد فيه مع انها طرد صحيح. وضربة الجزاء بتاعت النادي الأهلي ضربة جزاء صحيحي، مع اني طلائع الجيش مهزوم من جميع الفرق وبتهزم عادي من الإسماعيلي أو من الزمالك، ما بتتعصبش اللعيبة ولا ما بتشوحش الحكم أو ما بتأذيش اللعيبة التانية بتاعت الخصم. لكن عندك صد النادي الأهلي كلهم عاملين رجالي، كلهم بيضربوا وبيكسروا في لعيبة النادي الأهلي. برونو يوسفي ونزل في الدقيقة 85 آخر 5 دقايق مكان السكران عبد القادر، اللي هو مضيع مجهود زملاته، لأن أناني بيلعب لنفسه بس ما بيلعبش للفريق، بيخش في الزحمة. ما عندي في فرص كثيرة المفروض يباصي فيه، ما يخشش في الزحمة يباصي زملاته، لأن الكرة جماعية، حد يبقى فاهمه إن الكرة للجميع في الملعب مش اللي هو بس. عمل شغل، مع إن في أول 3 دقايق ما فيش حد من لعيبة النادي الأهلي مرر له كورة، مع إن كان يوقف في أماكن صح بتمركز صح، لكن تحس لعيبة النادي الأهلي ما فيش حد راضي يوصل له الكورة. لما وصلت له الكورة عدى في شبر على الخط المرمى ومرر الكورة صح. وأناني برضك السولي آخر دقيقة في الشوط المفروض كان عطاها لبرونو يوسف عشان حطها هدف، لكن هو حب يحطها، هو طلعت برا وانتهت المباراة. لكن النادي الأهلي الشوط الأول يعتبر ما حضرش نهائيا. الشوط الثاني يتراجع فيه طلائع الجيش، لأن اللياقة البدنية ما تسمح لهوش إن يهاجم النادي الأهلي بنفس المستوى أو يدافع بنفس دفاع الشوط الأول، وكانت النتيجة 2-0 للنادي الأهلي، اللي يصل 59 نقطة. فاضل له كده ماتشين أو 3 ماتشات ليحسم الدوري. وألف مليون مبروك الدوري للنادي الأهلي مقدما. وإن شاء الله مصطفى شوبير هيبقى حارس مصر الأول في السنين اللي جاي، يفتكر الكلام ده كويس، هو اللي هيحرس مرمى المنتخب. تيجي الجمهور الزمالك اللي هو عمال يتكلم عمال على بطال عن النادي الأهلي، يا عم خليك في ناديك، مالكش داخل بالنادي الأهلي، خليك بالخيبة التقيلة اللي هي عندك. انت لوش مساعدة الحكام كنت فنشت الدوري مركز 7 أو 8 السنة دي. شوف كام ضربة جزاء أخذتها حرام، شوف كام هدف اتحسب لك حرام. انت عندك فريق فاضي
وواقع. ونفس افهم ماتش الزمالك ليه اتأجل اللي هو والنادي الاهلي، ليه الزمالك خايف قبل النادي الاهلي. تنساش تعمل متابعة للقناة وفوليو، والف الف الف مليون مبروك الفوز النهاردي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.